بركة قوس. ازيكم حبايب عاملين ايه؟ مريم معاكم من قناة ميا رحيم سكايلايت. والنهارده ان شاء الله قوس معايا ثروتك هيكون من 8 بإذن الله حتى 14 من شهر مارس. يلا بينا كده نشوف ايه الدنيا. اولا يا قوس هاخد لك كارت من الماضي، نشوف كده الماضي كان شكله ايه. اوكي، كل خير ان شاء الله. اوه، كينج اوف كابس كان في الماضي، معقولة؟ تعالى كده نعمل شغل. كينج اوف كابس ده الشخص اللي في قلبك. اوكي، تعالى بقى ناخد له كده 3 كروت تحليل. ايروفانس، ايس اوف سوردز، الناين اوف كوينز. هنا حساك بتقول لي انا بدور على حب حقيقي، او انا عاوز حب حقيقي. بس انت لسه بتحب. بس مش هينفع انا والشخص ده نكون مع بعض. لسه بنحب بس ايه ده؟ هو الاباجوره مايله كده ولا بتهيألي مايله؟ صح، هنعدلها فيما بعد بقى. انت هنا بتقولي ولكن الشخص ده جرحني، انا مش عايزه تاني، حاجه زي كده. هل انت متأكد من هذا الكلام؟ هو انا حاساك بتقول متأكد، مش عايزه. في ألم كبير، هل انت اتشفيت؟ لا، مش بالكامل. اوكي، تعالى كده نشوف طاقة قراءتك. الشخص ده بيحاول انه يقرب لك، بس انت رافض. انت رافض. واو، انت رافض. وهنا 7 اوف سورز جنب الكينج كوين اوف كاب. طاقة القراءة هي الشريط. كوين اوف كوينز جنبها 3 سيوف. كده كوين اوف كوينز جنبها 3 سيوف. في ألم كبير من هذا الشخص وياك، وهو ده الشيء اللي منعك انك تقرب. او حتى لو هو بيحاول يقرب دلوقتي، انت بتمنعه ان هو يقرب، او مش عايزه يقرب، او عايزه يقرب ومش عايزه يقرب في نفس الوقت. بحبه، بس فعلا انا عاوز اني امشي، عايز ادي ظهري بالكامل لهذا الشخص. ده اللي انت بتقوله لي بناء على الالم اللي موجود مع الكوين اوف كوينز هنا. قوس يبدو كده انه بيجذب شيء جديد، عاوز تجذب شيء جديد، شيء ملوش اي علاقه بالالم دوت. انت كانك بتقولي الالم دوت هيفضل موجود معايا لو الشخص دوت فضل في حياتي بهذا الشكل اللي هو فيه. بمعنى ايه؟ بمعنى انك لو بتقول لو الشخص دوت ما غيرش من طريقته من اسلوبه، انا مش عايزه تاني. اوكي، منطقي جدا. وانت طبعا نازل بتقولي الكلام دوت بمنتهى المنطقيه هنا، بس في زعل، في وجع، في حاجات كتيرة قوي جواك لازم تتشافى منها. طيب، عموما تعالى كده هناخد كارت من الملايكة كده مبدئي، نشوف كده الملايكة عايزين يقولوا لك ايه. الله، الكارت ده جميل جدا. الكارت ده هو 6 اوف سبرينج. 6 اوف سبرينج بيقول لك ايه؟ بيقول لك wonderful news is on the way. في اخبار حلوه جايه لك في الطريق. smart choices that bring rewards. في اختيارات انت بتختارها. choices، بعض الاختيارات اللي بتعملها اللي بيكون ليها نفع. كمان عندك نجاحات وعندك public recognition، يعني عندك نجاح والناس بتلاحظ دوت. ربما زمايلك، ربما اصدقائك، ايا كان الشيء اللي انت بتنجح فيه. بس السكس اوف سبرينج هو كارت فيه فوز. تعالى بقى كده ناخد كده كارتين من حد ليك. حط بقى حد في بالك. الكارت الاول هذا الشخص بيقول لك فيه missing you، بيقول لك انك وحشته، وانه بيتمنى ان الدنيا تكون
غير ما هي عليه دلوقتي. تعالى كده نشوف كارت كمان. هنا هذا الشخص بيقول لك انك بيرفكشن، بيقول لك انك بالنسبه له تعتبر كامل. اوكي، واضح ان هو عايز اكتر منك، عاوز يقرب، عاوز يصلح في حاجه. اول كارت طاقه ليك هنا التو اوف كابس. مش عارفه ليه حاساك مستني حاجه منه، مستنيه يعمل خطوه، مستنيه يعمل حاجه. الهيرمت، السيفن اوف كوينز، انت مستني الكوين اوف سورد، النايت اوف كوينز، والايت اوف سورد. على قد ما انت بتقول فعلا انا عاوز امشي، مش عاوز الشخص ده تاني، على قد ما انت مستنيه دلوقتي. وكمان مش بس مستني، انت كأنك كنت عاوز تعمل حاجة، تاخد خطوة في حاجة اتجاهه، بس بعد كده تراجعت، بعد كده قلت لا، رجعت في كلامي. حاجة زي كده. ممكن لبعض منكم، ممكن البعض الاخر لا، قررت انك لا انا مش هاخد له اي خطوة. الكارت التاني هنا فايف اوف كابس، حزن، انت حزين. بس كل ده جواك وانت مش عايز تطلعه. ولا كأن في حاجة. الايس اوف كابس، الفايف اوف وان، الايس اوف وانز، السكس اوف كابس، والفور اوف كابس. عارف لما تقول لنفسك انا اديت كتير اوي في العلاقة ديت، والشخص ده اداني هم، ألم، وجع، كل حاجة ممكن البني ادم ما يبقاش عاوزها في العلاقة. فعلى قد ما انا بحب الشخص دوت، وعلى قد ما انا حاسس قوي بالعلاقة ديت، وحاسس بطاقتها قد ايه كبيرة وجميلة، مش عايز الشخص ده تاني. الوجع او الجرح اللي الشخص ده سببه لك اكتر مما انت كنت متصور. كمان ملاحظة كمان انه في الماضي هنا كان في حد، مش هو هذا الشخص، كان حد جديد او كده، ولكن الموضوع ما مشيش صح. فانت هنا بتقول انا عاوز اطلع من العلاقة ديت، او عاوز اطلع من حب الشخص ده، عاوز انساه باي شكل. انا محتاج شيء جديد، او لازم يبقى في شيء جديد. انت مش محتاج، انت عايز شيء جديد، لانه هيبقى جميل ان في شيء جديد يكون معاك. لكن خد بالك من كلمة محتاج ديت. انت مش محتاج الا نفسك، وده انا شايفاه. بتحاول تكون سعيد باي طريقة بقى ان كانت، بس بتحاول انك تجذب السعادة ناحيتك. الجاستس هو العدل، هو الاتزان، الفول، كروت جميلة، الديفل، التري اوف وان، الايت اوف وانز، السكس اوف سور. هنا انا شايفاك وكأنك بتقول انا مستني حاجة. انت مستني حاجة حلوة، مستني ربنا يبعت لك شيء جميل، شيء انت بتتمناه، بتتخيله دلوقتي، حاسه قوي. انت اوبن خالص، يعني انت فاتح قلبك جدا. وعلى فكرة انت فاتح قلبك لكل حاجة الا للشخص ده. الألم، الوجع اللي هو عمله وياك هو اللي مدخلك في الحالة دي، ده طبيعي. تعالى كده نخش على كارتك الرابع. كارتك الرابع التمبرانس. انت شفت بقى ازاي انت في طاقتك. سيفن اوف سورد، بتقرر حاجة بتقوم تعملها بالفعل. خد بالك ان في اوبشنز حواليك هتبدأ تظهر، ممكن مش في اللحظة والتو، لكن بتبدأ تظهر. ماشي. بص زي هذا الشخص جنبه السترينث. الشخص دوت محتاج مساعدة، ربما مساعدة نفسية، وحساك وكأنك بتقول انا مديله ظهري، انا ايه محتاج مساعدة نفسية منه، هو كان فين. اوكي، يعني انت فاتح قلبك بكل ما فيه، بس لأي حاجة الا هو. وكأنك بتقول هو لا، هو وجعني، هو تعبني، انما الناس التانية دي ولا وجعتني ولا تعبتني زيه. مش تعالى كده. يعني انت دلوقتي لو قدامك شخص جديد هتقول الله، لكن لو قدامك الشخص ده على قد ما انت بتحبه هتقول لا. كارت الخامس هنا هو النايت اوف وان. ده طبعا انت وانت لابس ماسك في انا مش عايز الشخص ده، انت عايزه قوي كمان، لكن نسبة لكل شيء حصل منه روحك رافضه. طيب تعالى كده نشوف اهو 10 اوف وانز جنب البيج اوف وانز. تقل بيحوم حوالين العلاقة دي.
التو اوف كوينز، الايت اوف كوينز، اللي انت عايزه جاي، ثم البيج اوف كوين. بس مش عايزاك تاخد الامور بعمليه شويه، يعني ايه عقلانيه شويه، لا عاوزاك تاخدها بالعقل وبالقلب، عشان دلوقتي بتكذب حاجه حلوه لنفسك. فعايزاك تاخد الامور بعقلك وقلبك، مش بعقلك بس، لانه في حاجه في الطريق فعلا جايه لك حلو، هتشوف ده بنفسك. وحساك هتبقى متردد في الاول، يعني آه، ادخل برجلي اليمين ولا اعمل ايه كده، يعني هو انت هتقول مين ده او ايه ده. هو تقريبا يا شيء يا شخص، يعني هي فرصة حساها، يا شيء يا شخص، يعني خلال الكام يوم الجايين دول. وحاسه هيبقى لها مستقبل معاك، حاجة هيبقى لها مستقبل وياك، مستقبل في شيء، يعني ما اعرفش، ممكن تكون قررت تروح الجيم مثلا، ممكن تكون قررت تخش علاقة جديدة مع حد جديد، الله اعلم بقى ايه بالظبط اللي انت بتحاول تجذبه لنفسك عشان يظبط معاك. ولكن هو ده بالفعل اللي انت بتحاول تعمله دلوقتي. خليك فاتح قلبك، وخليك فاتح قلبك للكل، حتى للشخص دوت. انك تفتح له قلبك مش معناها انك هتعيد الألم اللي انت اتجرحته منه قبل كده، لا. انك تفتح له قلبك هو ده معناه انك آه سامحت. بس ده انا عارفه انه مش هيحصل دلوقتي، ده هيحصل لما انت تتشافى، لانه لسه في حاجات هنا القوس لم يتشافى منها. الحاجات ديت ليها علاقه بايه؟ ليها علاقه بحد حب قوي واتجرح قوي، هي دي المشكله بس. آه يعني اشعر برفض كبير في طاقتك لهذا الشخص الحقيقه، والرفض دوت مش جاي من فراغ. بس في برضه طاقتين ضد بعض شويه، طاقه انت بترفض فيها انك انت وهذا الشخص تبقوا مع بعض تاني، بس الطاقه ديت انت بترفض فيها انت وهو تبقوا مع بعض تاني بالطاقه اللي هو ظاهرها لك ديت. وطاقه تانية فيها لا، انا عاوز بدايه جديده، انا عاوز حد جديد او عاوز بدايه جديده، انا تعبت ويا هذا الشخص ده تعبني. كل ده من حقك، يعني سواء بدايه جديده او حتى مع نفس الشخص بس بطاقه جديده. لما هتركز على نفسك، وانا حاساك بالفعل بدات تركز على نفسك دلوقتي اكتر، هتعرف انت عاوز ايه بالظبط. لما هتفتح قلبك وتشتغل على نفسك، هتلاقي الكل عاوز يقرب من الشخص اللي بيشتغل على نفسه ده. دي طاقه، الطاقه كده، احنا كبشر طاقات. فالطاقه اللي انت بتخرجها هي الطاقه اللي بترجع لك. لو خرجت حب، وخرجت تسامح، وخرجت حاول على قد ما تقدر، وخرجت حنان وحب وشفقة للناس كلها، صدقني الطاقة دي هتخش لك، وهتخش لك مضاعفة. تعالى كده اخد لك كارت من الملايكة. كارت جميل، الكارت دوت فيه مين؟ الكارت ده فيه كينج اوف سمر. الكينج اوف سمر بيقول لك ايه هنا؟ بيقول لك a romantic partner you can trust. في شخص بصفة رومانسية ممكن تثق فيه، اعتقد ده الشيء اللي انت بتحاول تجذبه لنفسك دلوقتي. كمان جاي لك نصيحة مهمة جدا وممتازة من شخص قريب منك تقدر تثق فيه، يعني ممكن زميل، صديق، اخ، اخت، ام، اب، هكذا. هنا طاقة طبعا الكينج اوف سمر طاقة جميلة جدا جدا، هو اصلا نجم، شايفين متألق ازاي كينج اوف سمر. طيب يلا بينا كده اخد لك كارتين من حد ليك، حط كده حد في بالك. الكارت الاول الكارت الاول هذا الشخص بيقول لك فيه انه يعني اللي هو جوستد، اللي هو ربما مدي ظهره شويه او حاجه زي كده، هو بيقول لك انه عاوز يصفي ذهنه. الكارت التاني هنا من هذا الشخص بيقول لك فيه feeling lost، بيقول لك انه يشعر بضياع، هو عاوز العلاقه تشتغل بس مش عارف يعمل ايه. طبعا انا بشكر القوس جدا، بحبكم اوي قوسين، اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. بيس سايلنت.